حاسس أحياناً إنك بتخلص اليوم ومفيش حاجة اتحركت؟ الوقت بيعدي وإنت حاسس كأنك واقف مكانك، وكأن حياتك مش ملكك. كل يوم بيجي ومفيش اختيار. يمكن كل يوم تسأل نفسك إيه اللي بيخلي كل حاجة ثابتة؟ الإحساس ده مش طبيعي، وده أول إنذار لازم تسمعه لنفسك. هنا يجي دور محمد، شاب عادي جدا، مش مشهور ولا غني ولا عنده خبرة استثنائية. محمد كل يوم بيصحى بدري، يشرب قهوته، يركب المترو ويبدأ يومه في مكتب ضيق. مش تعبان من الشغل نفسه، تعبان من الإحساس إنه محبوس، إنه مجرد تروس في ماكينة كبيرة. كل يوم نفس الروتين، نفس الدوامة، نفس الملل. بدأ يحس إن حياته ماشية على ريبيت، من غير أي فرصة يقرر هو هيعمل إيه. في يوم وهو مستني القهوة بتاعته، بص حواليه وشاف زملائه كلهم بيشتكوا، كل واحد حاسس بنفس الضغط. سأل نفسه سؤال بسيط لكنه غير كل حاجة: هو أنا هفضل أعيش كده طول حياتي؟ السؤال ده خلاه يفتكر إن ممكن يكون في طريقة تانية، طريقة يتحكم فيها في وقته، دخله وحياته. محمد بدأ يقرأ ويبحث عن الناس اللي اشتغلوا مع نفسهم، الناس اللي عندها حرية تختار ساعتها ومكانها. مش خلى نفسه يترك شغله فجأة، لكنه بدأ يخطط خطوة خطوة. أول حاجة عملها، حدد مهارة واحدة يقدر يشتغل بيها أونلاين. بعد كده كل يوم يخصص ساعة يتعلم ويطبق، حتى لو صغيرة. كل يوم فرق في إحساسه بالسيطرة. الحرية شعور بيتبني يوم ورا يوم. بعد كام أسبوع، محمد حس إنه بدأ يتحكم في وقته، بيشتغل على مشروعه الجانبي، وبطريقة بسيطة بدأ يشوف دخل إضافي. مش بس ده، كمان بدأ يحس بالثقة في نفسه، وفهم إن التغيير ممكن من غير مخاطرة كبيرة. الخطوة الصغيرة كل يوم بتبني طريق الحرية والتحكم في حياتك. الحقيقة إن كتير مننا مش تعبانين من الشغل، تعبانين من فقدان التحكم في حياتهم. ابدأ بخطوة صغيرة، مهارة واحدة، وقت محدد كل يوم، وبعدين هتشوف الفرق. ولو حابب تمشي الطريق ده خطوة بخطوة، كتاب خريطة استقلالك محتوى إلكتروني. لينك التواصل للحصول عليه موجود في الديسكريبشن وموجود في أول تعليق. وما تنساش تعمل لايك للفيديو واشتراك بالقناة وتفعل زر الجرس عشان يوصلك كل جديد.